يا مساء الفل والجمال على أحلى متابعين في الدنيا. أهلا بيكم في قناة ملوكة الإخبارية. معلش اتأخرت عليكم، بس كان لازم ألم لكم الأخبار من مصادرها عشان أجيب لكم الخلاصة. معانا النهاردة كوكتيل أخبار من مصر ومن كل حتة في العالم. يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. أخبار البيت الكبير مصر. الرئيس السيسي وملف سد النهضة. النهاردة في كلام كبير. الرئيس السيسي بعت رسالة واضحة بخصوص موضوع سد النهضة، وأكد إن مية النيل خط أحمر، ومصر مش هتفرط في نقطة مية واحدة لأن ده أمن قومي. الموضوع ده واخد اهتمام كبير جدا في كل الوكالات العالمية. مصر بتتحرك في غزة. القاهرة لسه هي المايسترو اللي بيدير ملف التهدئة في غزة. في وفود رايحة وجاية عشان يضمنوا إن المساعدات تدخل والهدوء يرجع تاني، والدور المصري النهاردة هو اللي شايل الليلة كلها. العالم رايح على فين؟ ترامب وإيران، شد وجذب. في الأخبار العالمية، ترامب النهاردة شاغل الناس بقراراته بخصوص إيران، مرة تهدئة ومرة تصعيد، والعالم كله حاطط إيده على قلبه ومستني يشوف إيه اللي هيحصل في 24 ساعة الجايين. الذهب ولع نار. الخبر اللي يهم كل بيت، الذهب عالمياً بيسجل أرقام قياسية ومعدي $4500، وده طبعاً مأثر على السوق عندنا. اللي معاه قرشين ذهب النهاردة باشا، والناس بتسأل نبيع ولا نستنى؟ كلمتين في السريع. الاقتصاد. البنك الأهلي طلع تقرير بيقول إن الاقتصاد المصري داخل على فترة انتعاشة ومتوقعين نمو كبير السنة دي. ده معناه إن في مشاريع أكتر وشغل أكتر جاي في السكة بإذن الله. الختام. دي كانت أهم الأخبار اللي لمناها لكم النهاردة من قناة ملوكة. يا رب نكون خفاف على قلبكم وقدرنا نوصل لكم الصورة بوضوح. استنوني بكرة في نفس الميعاد ومعايا أخبار جديدة طازة. كانت معاكم ملوكة. سلام يا أحلى ناس. إيه رأيك يا ملوكة؟ هي دي النبرة اللي كنتي محتاجاها؟ لو عايزة أخبار فنية أو ترندات نضيفها في النشرة الجاية، أنا جاهزة.